ميراكولوس لندن على حافة الزمن، حلقة تشرح ما حدث في نهاية الموسم الخامس وتقدم أحداث نهاية الزمن. لذا في هذا المقطع سأشرح أحداث هذه الحلقة بالتفصيل، لذا صل على رسول الله واستمتع بالمقطع. تبدأ الحلقة بطاولة مألوفة عليها بضعة أشياء: حقيبة، 3 صناديق مفتوحة، 2 منها فيها ساعات، خريطة، هاتف عليه رمز غريب، وتوقيتين محددين، ونورو ولكنه مسجون، وأيضا ميراكولوس الفراشة. فجأة تحرك سهم في الهاتف إلى أحد التوقيتين، ومن العدم ظهر شخص خارق، هو شرير مصاب بالأكومة يحمل مذكرة وأيضا يحمل ساعة، أزالها ووضعها في الصندوق الفارغ. خرجت الأكومة من الهاتف، وعرفنا أن المصابة بالأكومة هي لايلا. أخذت المذكرة لتقرأها، وبما أن الشرير المصاب بالأكومة ينسى كل شيء بعد التحول، لذلك كتبت كل المعلومات في المذكرة لكي لا تنسى. بعدما قرأت المعلومات أمسكت الأكومة ووضعتها في الحقيبة لتتحول لشرير آخر يملك قوة الاختفاء. وبينما تلعب بونكس لعبة الشطرنج ثلاثية مع نسختين مستقبليتين منها، واحدة نعرفها والأخرى عجوز وهذه أول مرة نراها، فجأة تختفي النسختين مما ينذر بخطر كبير. لكن بونكس الكبيرة أخبرتها بأنها ستصلح المشكلة كما فعلتاهما من قبل، وبونكس ذهبت لتتفقد إذا حصل شيء لميراكولوس الدعسوق والقط، لذلك تتبعت قصتهما من البداية حتى فجأة اختفت النافذة التي ترى منها المستقبل. ليست واحدة بل الكثير، مما يعني أن الزمن بدأ يختفي، حتى رأت لحظة في المستقبل حيث مارينيت واقفة وأمامها نهاية العالم. فنذهب لمارينيت في الحاضر. مارينيت بعد قتالها مع مونارك واستعمال جابرييل الأمنية ذهبت للندن لتحرير إدريان وإخباره بما حدث نوعا ما، لأنها ذهبت أولا لكاغامي التي تعرف كل شيء حول جابرييل وأن مارينيت هي الدعسوقة، وأخبرتها أن إدريان لا يجب أن يعرف، لأن مارينيت جهزت كذبة لكي لا تحطم إدريان. ودخلت عنده وقالت أن مونارك كان يجبر والده ووالدة كاغامي للعمل معه، وخلال معركتها معه ماتت هي وناتالي، ولكن والده استخدم الأمنية ليعيدها ويعيد ناتالي مقابل أن يموت هو ويموت مونارك. وطبعا كل هذه مجرد كذبة، لأن مونارك في الحقيقة هو جابرييل. طبعا حزن إدريان بشكل كبير رغم أنه لم يعرف الحقيقة كاملة، ولاحقا سأخبركم عن أمنية جابرييل الحقيقية وبماذا ضحى. وبعدها ذهبت الدعسوقة لناتالي التي أصبحت بصحة جيدة ونزعت تحولها أمامها وعانقتها. انتظر، منذ متى وناتالي تعرف عن الدعسوقة؟ سنعود لذلك قريبا أعدك وستفهم كل شيء. المهم، الدعسوقة أخبرت العالم عن طريق ندوة صحفية نفس الكذبة التي قالتها لإدريان، ولذلك أصبح الجميع يعتبر جابرييل بطلا. وبعدها عادت مارينيت لبيتها مع كل الكوامي وكذبت على آليا أيضا. وبعد نوم هنيء استيقظت مارينيت على دمار شامل يحدث في العالم بسبب أن شخصا تمنى أمنية، واكتشفت أنها فقدت كل الميراكولوس. لكن قبل أن تختفي بسبب الأمنية أنقذتها بونكس وأدخلتها لحجرة الزمن، وأخبرتها أن شخصا ما تمنى أمنية يريد تدمير العالم بأسره وإعادة بنائه بطريقة لم يشهدها أحد من قبل، ولذلك فالزمن بدأ ينتهي كذلك. ولبستها سترة صفراء لكي لا تخلط بينها وبين نسخ مارينيت من بقية الخطوط الزمنية، لأن مارينيت ستسافر عبر الزمن لإنقاذ العالم. وبما أن مارينيت ليس لديها قرط الدعسوقة الآن، لذلك قرروا إحضاره من الماضي، لكن في لحظة لا يمكن لأحد أن يراها لكي لا تؤثر على مسار الأحداث. لذلك عادت بالزمن للمرة الأولى التي حصلت فيها على الميراكولوس بعدما تخلت عنه ووضعته في الدرج. وذهبت مارينيت وأخذت الميراكولوس دون أن يراها أي أحد، وتحولت للدعسوقة، لكن تحولها كان بالأصفر، وذلك بسبب السترة لكي تتميز عن بقية الدعسوقات في مختلف الخطوط الزمنية. وعادوا بالزمن ليكتشفوا أن من سرق الميراكولوس هو شرير خارق لديه قدرات الأشباح، وهو نفس الشرير الثاني الذي تحولت إليه لايلا. وقررت الدعسوقة الدخول إلى تلك اللحظة وإيقافه، ولكنها لم تستطع لأنه شبح ولم تستطع إمساكه حتى. وحصلت الأمنية مرة أخرى، لكن بونكس أدخلتها لحجرة الزمن. أدركت مارينيت بعدها أنهم لن يستطيعوا إمساكه أبدا، وأنه بما أن هذا الشرير وصل إلى مكان الميراكولوس إذن هو يعرف هويتها، لذلك عليهم أن يعودوا بالزمن لإيقافه في اللحظة المناسبة قبل أن يكتشف هويته السرية. وقررت مارينيت الذهاب للحظة يحتمل أن تكون حيث اكتشف الشرير هويتها، وهي لحظة ما بعد قتالها مع جابرييل. وفعلا اكتشفت وجود الشرير المصاب بالأكومة الأول الذي كانت ليلى متحولة إليه، والشرير بعدما يكتشف هوية الدعسوقة يكتبها في المذكرات. وهنا نعود للقطة الأولى.
التي كانت بعدما اكتشف هويتها وكتبها في المذكرات. لذلك ليلى قرأت المذكرة، وحينها عرفت أن مارينيت هي الدعسوقة، وسرقت منها الميراكولوس عن طريق الشرير الشبح. أما الشرير الأول فقوته هي العودة بالزمن لمدة معينة عن طريق الهاتف المرتبط بالساعة، والدعسوقة التي مع بونكس الآن يجب أن توقفه قبل أن يكتشف هويتها. وقبل أن نرى ما ستفعله الدعسوقة فلنقف لأخبركم بأمنية غابرييل الحقيقية. غابرييل بعدما ماتت ناتالي وهو لم يبقى له الكثير من الوقت للعيش، قرر أن يتمنى عودة ناتالي للحياة مقابل أن يموت هو، لكن ليلحق بزوجته وتعيش روحهما معا. وبالتالي أم إدريان لم تعد للحياة، وغابرييل أثرت فيه كلمات مارينيت فعلا، لذلك تمنى أمنية لا تؤثر على العالم. وكل هذا براغ وتيكي هما من أخبر مارينيت به بعد حصول الأمنية. وفي نفس الوقت جاءت ناتالي واكتشفت هوية الدعسوقة، وشرحت ناتالي أنها كانت تريد إيقاف غابرييل أيضا، وهذا يفسر مشهد عناقهما الغريب. فلنعد للدعسوقة التي مع بونكس الآن، حيث أنها فعلا ذهبت لإيقاف الشرير قبل أن يكشف هويتها، لكنه هرب باستعمال قوته، لكنه لم يكتشف هويتها بعد، ولذلك ذهبت الدعسوقة للبحث عنه في مكان أو زمان آخر إن صح القول، ووجدته في لحظة حيث ناتالي كانت تتكلم مع مارينيت، وخلال الكلام تكشف مارينيت هويتها ويكتبها الشرير. لذلك عادت الدعسوقة وأمسكت به قبل ذلك وكسرت الساعة، لكن الهاتف مبرمج ليعيده بالزمن مباشرة بعد انكسار الساعة، ولذلك لديه أكثر من ساعة في تلك الصناديق ليستخدمها كاحتياط. لا، ولكن الشرير أو لايلا كان قد كتب معلومات قد قالتها ناتالي للدعسوقة، وهي أن غابرييل حبس إدريان وكاغامي في لندن. لذلك ذهبت لايلا إلى هناك آملة أن تكتشف هوية الدعسوقة هناك. وقبل أن نرى ما ستفعله دعسوقتنا الصفراء، هناك سبب آخر لكذب مارينيت على الجميع، هو أنها إن قالت الحقيقة ناتالي ستدخل السجن، بما أنها ساعدت غابرييل في البداية، وإدريان لن يتبقى له أحد للاعتناء به. فلنعد للدعسوقة التي بحثت عن الشرير في لندن ووجدته قبل أن يكشف هويتها مجددا، وبعد قتال حماسي اكتشف الشرير هويتها وكتبها في المذكرة. واستعملت الدعسوقة تعويذة الحظ، حصلت على معقم لليدين، وخطتها كانت كالآتي: سرقت المذكرة ودخلت الحجر، واستخدمت الكحول الموجودة في المعقم لمسح ما كتبته وتغييره. لكن الذكاء هنا هو أنها عندما عادت بنفس الطريقة وفي نفس الوقت التي دخلت فيه للحجر، لكي لا تشك لايلا بأنها غيرت ما هو مكتوب، وحصلت بعد ذلك على مذكرتها وهربت. ومارينيت دخلت الحجرة لتنتظر هل سيعود الزمن بعد خطتها أم أنها فشلت وأنها النهاية فعلا. بعدما عادت لايلا وألغت تحولها بالأكوما، أخذت المذكرة وقرأت أن غابرييل أغريست هو الدعسوقة، وهذا ما كتبته الدعسوقة بعدما سرقت المذكرة. وجن جنون لايلا لأن هذا مستحيل، لأن غابرييل هو مونارك، وغابرييل مات بالفعل، ولكن بما أن الشرير الذي تحولت إليه هو من كتب ذلك حسب ما تعتقده، فهي لن تعيد نفس الشيء مرة أخرى، وبالتالي لايلا فشلت في الحصول على الميراكولوس وعاد الزمن إلى مجراه. وكل هذا بفضل عبقرية مارينيت. ولكن مارينيت استوعبت أن حامل الفراشة الجديد أخطر بكثير من غابرييل، لذلك قررت أن تعطي جميع الميراكولوس لأصحابها بشكل دائم، لأنها لا يجب أن تكون جميعها في مكان واحد. ورأينا لقاء الدعسوقة والقط الأسود، حيث يواسي القط دعسوقته، وأخيرا سيعودان شريكين في قتال الشر كالأوقات القديمة. وفي النهاية تحولت لايلا عن طريق نورو متواعدة الدعسوقة. وانتهت الحلقة. اشترك وضع لايك، وإلا ستصاب بالأكومة، وإلى اللقاء في مقطع آخر إن شاء الله.